هنتكلم عن حاجة كلنا بنحبها وكلنا لو بنروح اسكندرية بنعدي عليها، منارة الاسكندرية. أحد أعجوبة الدنيا السبعة منارة الاسكندرية، واحدة من أطول الهياكل التي صنعها الإنسان منذ ما يقرب من 1000 عام، وقد نجت من حوالي 22 زلزال، وقد حازت على اهتمام العالم أجمع. تعرف معي. في عام 1994 اكتشف بعض علماء الآثار الفرنسيين الأطول في الماء قبل سواحل اسكندرية كتلة كبيرة، وبعض التحف فاكتشفوا أنها تنتمي إلى منارة الإسكندرية التي بناها بلطماس الأول. تعتبر منارة الإسكندرية أول منارة في العالم. أقيمت عام 270 قبل الميلاد، وكان موقعها على ظروف شبه جزيرة فارس، وهو جزيرة صغيرة متصلة بالإسكندرية، وهو المكان الحالي لقلعة قايتباي بمدينة اسكندرية المصرية. وقد قبل في بعض المصادر أن الإسكندر الأكبر قد رأى في المنام أنه سيغزو تلك الجزيرة، ولكن القدر لم يهمل الإسكندر حتى يرى هذا البناء الجميل في مدينة الإسكندرية، إذا توفى هو عام 323 ما قبل الميلاد. استغرق بناء المنارة حوالي من 12 ل 20 عام، وذلك في الفترة ما بين عام 280 و247 قبل الميلاد، ولكن بلطمس الأول مات قبل الانتهاء منها، لذلك وقام بافتتاحها الأول بلطمس الثاني. وكانت منارة الإسكندرية بطول يصل إلى حوالي 450 قدم، ولها شكل مربع عند القاعدة والقمة. طبعا احنا بنتكلم عن حاجة تاريخية ويا ريت الناس تهتم. وطبعا كنا الشكل بتاعها بيكون على شكل دائري. استخدمت كتلة حجرية جيرية مع رصاص المرصوص لبناء المنارة لتسطع الصمود في وجه أقوى قوة للأمواج. وكانت المنارة سلمها دائري في الأعلى، وكان هناك ممر منحني ضخم تعكس الضوء خلال النهار، بينما في الليل تكون هناك شعلة على قمة المنارة، ويمكن رؤية ضوء المنارة على بعد يصل إلى حوالي 35 ميل. وتقول المصادر وغير مؤكدة أن المرة التي تعكس الضوء كانت تستخدم أيضا للكشف وحرائق السفن. للضوء كانت تستخدم أيضا للعديد وتكشف حرائق السفن. وطبعا احنا بنتكلم على منارة اسكندرية، يا ريت الناس تهتم وتتكلم عامة عن التاريخ وتهتم بتاريخها الجميل العظيم.